ازيكم اخواتي وحبايبي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هشارك معاكم وصفه حلوه جدا للناس اللي بتعشق الحنه والناس اللي بتحب الحنه. هنعمل مع بعض النهارده وصفه حلوه جدا. هتاخدي لون احمر غزالي ان شاء الله من اول مره. تابعي معايا الفيديو للاخر، بس اهم حاجه اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو انت اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله على القناه. اول حاجه هجيب البوله اللي هنعمل فيها الحنه. طبعا الحنه تتعمل يا اما في بوله مينامين او في بوله بلاستيك او فخار. تمام، ما ينفعش تعمليها في حاجه معدن. تمام، والحنه بتاعتي لازم تكون نوعيتها نوعيه جيده جدا عشان تطلع معاكي الحنه مظبوطه. انا هعمل هنا مقدار الحنه اللي انا محتاجاه. هحط حوالي معلقتين من الحنة. انت طبعا هتعملي المقدار اللي انت محتاجاه، وهبتدي اغربلها كده زي ما احنا شايفين مع بعض. عشان طبعا الشوايب اللي بتطلع دي ما ينفعش تبقى معايا في الحنة بتاعتي. تمام، هنعمل ايه تاني مع بعض. انا هحط هنا، هحط عليها معلقة من السكر ونقلب. نشوف معلقة بلاستيك. هحط عليها زيت شجرة الشاي. الازازة دي حوالي 25 ملي، هحط نصها. تمام، يبقى انا الازازه ديت حوالي 25 ملي، حطيت نص ازازه شجره شاي. هقلبها كده مع الحنه بتاعتي كده، وهكمل عجن الحنه بتاعتي بالشاي المغلي. انا هنا غاليه شاي يكون تقيل زي ما انت شايفه كده بالظبط، وهبتدي اعجن بيه الحنه. هنحط شويه بشويه. طبعا زي ما احنا متفقنا كل مره بنزل فيها فيديو، ما ينفعش تنزلي بالسوائل مره واحده، لا نحط شويه بشويه لغايه ما نحتاج تاني ونحط. اعجني بقى كويس 10 دقايق حبيبه قلبي، تعجني بيها الحنه. وصفتي سهله النهارده، مش مكلفه خالص. لو انتي ما عندكيش شجره شاي ممكن تحطي زيت لافندر، ما عندكيش لافندر حطي عود، ما عندكيش ولا ده ولا ده حطي، ممكن تحطي ميسو او زيت المحلبيه. قلبي بقى كويس جدا بحيث انها تطرى معاكي وتنعم. انتي هتحسي ان الحنه شكلها كمان بيتغير معاكي وانتي بتقلبيها. هقول لك طبعا في اخر فيديو انك تثبتي اللون ازاي يخليه ثابت معاكي. وكمان لو انت عايزه كمان ان الحنه بقى لها فتره معاكي وعايزه تشيليها وتخلصي منها من اي مكان عندك حاطه فيه حنه، هقول لك برضو انك تشيليه ازاي بكل سهوله. قلبي بقى كويس جدا لمده 10 دقايق، تقلبي الحنه بتاعتك كده. انا بحب اشتغل بالزيوت الطبيعيه، لان الزيوت الطبيعيه مفيش منها اي ضرر. طبعا لو انت عندك تحسس في الجلد، لو انت عندك اي مشاكل، فالميس والمحلبيه فبتضر الجلد اكتر، بتزود التهابات. فانا بشتغل بزيت شجره الشاي، حلو جدا بيثبت اللون معايا، بيخليها احمر غزالي غامق جدا من اول مره. غير كده كمان اني مثلا النهارده اديتك اللون الاحمر غزالي، بكره تديكي اللون اغمق عنها بكتير.
طبعا نفس تأثير زيت شجر الشاي، برضو هتلاقي تأثيره زيت اللافندر برضو حلو جدا، وزيت العود. ولو انت عندك زيت عود يا ريت يبقى حلو جدا جدا. بعد ما تعملي الحنة تحطي نقطتين تلاتة على المكان اللي هتعملي بيه الحنة، هتخلي الحنة تنشف معاكي بسرعة وتديكي لون برضو حلو. كده قوامها مظبوط، تتوزع معاكي حلو. هتسيبيها تتخمر، انا شم ريحتها تتخمر، ريحتها حلوة جدا، مش ما شاء الله لا قوة الا بالله، ريحتها جميلة بسم الله ما شاء الله. فانت كده هتسيبيها تتخمر لمدة 12 ساعة، هتغطيها بكيس نايلون. اهم حاجة تعزليها عن الضوء تماما، ما تخليهاش تتعرض للضوء، خليها في مكان مظلم وغطيها بكيس نايلون وتسيبيها لمدة 12 ساعة. يعني لو انت عملتيها بالليل خليها لحد الصبح، لو عملتيها الصبح خليها لحد بالليل. وبعد كده حبيبة قلبي انقشي بيها عادي. هقولك بقى ننقش بيها ازاي. طبعا فرضا انها خلاص اتخمرت بقت تمام، وهناخدها بقى نشتغل بيها. هتجيبي المكان اللي انت عايزه تنقشي بيه الحنه، طبعا لازم يكون نضيف جدا، مغسول بالميه والصابون، ما فيهوش اي كريمات، اي زيوت، اي ادوات، اي انواع من انواع التجميل. النضيف يكون المكان يكون نضيف تماما، وتبتدي تنقشي بيه الحنه. هتسيبي الحنه على ايدك لحد ما تنشف تماما. هتجيبي لي طبق صغير كده، اي طبق عندك، وتحطي فيه معلقه من السكر، وتعصري ليمونه كامله، وتقلبي الكلام ده كله، وتجيبي قطنه وتعملي بيها المكان اللي انت عملتي فيه الحنه. ومش عايزاكي تعرضي ايدك لتحت الميه لمده 4 ساعات متواصله. معلش بقى اعمليها بقى في السهره كده بالليل وانت قاعده متسلي، ما تحطيش ايدك في الميه. وخلي المحلول اللي انت عملتيه بالميه بالسكر والليمون على ايدك لمده 4 ساعات. وبعد كده براحتك بقى، عايزه تحطي ايدك تحت الميه عادي براحتك خالص. طيب يا نجله، انا حطيت الحنه وبقى لها 15 يوم، بقى لها 20 يوم في ايدي، وعايزه اجددها وعايزه اشيل القديم. هقول لك بكل سهوله تشيليها ازاي. هتجيبي معلقه من بيكربونات الصوديوم، وعليها ليمونه كامله تعصريها وتقلبي بقطنه، هتشيلي الحنه بكل سهوله، في وقتها هتطلع معاكي على طول. خلص الفيديو بتاعي يا حبايبي، اتمنى اكون افدتكم وقلت لكم كل حاجه. لو انت بقى عندك اي سؤال اي استفسار ممكن تقولي لي في التعليقات، وانا على طول هرد عليكي. خشي في القناه هتلاقي فيديوهات حلوه كتير جدا، فيديوهات للشعر، للبشره، عاملين حنة كذا سلسلة حنة، عاملين حوالي فوق ال35 فيديو. ان شاء الله القناة هتعجبك، وهتلاقي فيها حاجات كتير قوي هتعجبك بإذن الله. لو انت بقى مكملة معايا لحد دلوقتي ولسه ما اشتركتيش، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. وما تنسيش اللايك عشان الفيديو يترفع، وشير لاصحابك عشان الكل يستفاد. القاكم الفيديو القادم، دمتم سالمين، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.